خليني نقول لك الحقيقة اللي حتى واحد ما قالها ليك عن مشروع الطبخ أو مشروع الحلويات. شوفي، كاينة حاجة في مشروع الحلويات ومشروع الطبخ الناس كامل تهرب منها. عارفة وش هي؟ كاين بزاف طباخات يفشلوا، بالرغم أنهم قافزات شاطرات، لكن يخافوا. ممكن تقولي لي أنه المشكل في الأسعار، ولا المشكل أنه في المنافسة، الناس كامل تخدم الحلويات والطبخ، ولا المشكل أنه الزبائن ما يجوش. ممكن راكي تقولي هكا، بصح نقول لك أنه لا، ماشي هذه هي الحقيقة. الحقيقة هي أخطر من ذلك، من هذا كامل. فهمتني؟ الحقيقة هي أنه مشروع الحلويات مشروع الطبخ في حد ذاته هو مشروع محدود. واش قلت لك؟ مشروع محدود جدا. علاش؟ لأنك تبيعي بيدك، تبيعي بالعمل اليومي نتاعك. معناتها كل ما تخدمي أكثر رايحة تربحي أكثر، وإذا تعبتي وما قدرتيش انك تخدمي مثلا تخدمي حلويات ولا طبخ، راح يتوقف كل حاجة، وهذا خطير جدا. يعني انه المشروع نتاعك مربوط، شوفي، مربوط بوقتك، مربوط بالطاقة نتاعك، مربوط بصحتك، وهذا مشكل كبير. وقت، طاقة وصحة، هذا معناه انه المشكل تاعك انه بهذا المشكل المشروع نتاعك مش راح يمشي لبعيد، ماشي يكبر بسهوله. ماشي معناتها انك ضعيفه ولا ماكيش قاده، لا لا، على العكس، معناتها انك مراه قويه، انك تحملتي كل هذاك التعب وهذاك الضغط وهذاك الارهاق من اجل انك تلبي طلبيات الناس اخرين، تلبي امور الناس اخرين. بس خليني نسقسيك سؤال، علاش مازال راكي تبقاي مربوطة بهذا النموذج، مربوطة بهذا الفكرة القديمة، مربوطة بهذا السيستم اللي ورثناه؟ انت اصلا علاش راكي تخدمي هكاك بغية مال؟ وانت اصلا عندك حاجة اغلى من الحلوى ولا الطبخ نفسه. عارفة واش عندك؟ عندك الخبرة، عندك انك تكوني طباخة ذكية، ما تبقايش تبيعي غير منتجات ملموسة، بيعي المنتج الرقمي، بيعي عندك أنك تكوني طباخة ذكية، أنك تبيعي الطريقة، يا سلام، تبيعي الأسرار، تبيعي التجربة، تبيعي الخبرة نتاعك، الناس يستفادوا منها، الناس يقولوا ما شاء الله، هذيك أم فلان علمتني كيفاه ندير، ام فلان هي وراتني الطريقه كيفاه ندير، كيفاه ندير مقروط ناجح، علمتني كيفاه ندير غريبيه ناجحه من اول مره، علمتني كيفاه ندير مشروع من البيت نتاعي. فهمتيني؟ عندك كيما نقول هذيك الخبره هي اللي بيعيها الناس اخرين، بدل ما تبقاي انك تبيعي حلوى، تبيعي طلبيه يوميه، تعلمي كيفاش ديري تندار، كيفاه راكي تخدمي انت، كيفاه يجيك هذاك الشكل الاحترافي، كيفاه راكي تخدمي بمكونات اقتصاديه. فهمتي؟ تخيلي يكون عندك وصفه واحده تقدري تبيعيها مره كطلبيه ولا تعلميها لعشرات من الناس. انت في رايك خمي بالعقل نتاعك، راكي معايا في الطرح، خمي بالعقل نتاعك. عندك وصفة واحدة تخدميها كطلبية ولا تعلميها العشرات من الناس، العشرات من البنات مثلا، شكون فيهم مشروع مربح؟ شكون فيهم مشروع حقيقي؟ شكون فيهم مشروع اللي حتى انت في بلاصة تانية تقدري تمشي معاه، تسيري المشروع نتاعك؟ اكيد هذه ما تحتاج جواب. فهمتيني؟
أصلًا اعتي تعلمي المهارة نتاعك للناس، لعشرات من الناس، لمئات من الناس، رايحة أنتِ تكوني مركّزة وتكوني مرتاحة وينقص عليك الضغط، وحتى أنِّك تقدري تعملي ساعتين في اليوم فقط، ما تحتاجيش 5 سوايع وأنتِ في الطلبية ومن بعد تجي تقول لك مولاتها سمحي لي راني لغيت الطلبية، أختي راهي جابت لي. سمحي لي راني حبست ما تزوّجت، خلّينا من هذا، فهمتيني؟ أنا شوفي مانيش نقول لِك أني حبسي الطلبيات ولا لا، مانيش نقول لِك، أنا نقول لِك ما تعتمديش على مصدر وحيد، بالنسبة ليك هو الطلبيات، خلّيكِ تكوني طباخة ذكية، أنه يكون عندِك الدخل من يدِك والدخل تاني من عقلِك، وهذا أحسن شي، فهمتيني؟ الحقيقة آآ اللي ما قالها لِك حتى واحد نقولها لِك أنا، أنكِ تقدري تربحي من المهارة نتاعك بجهد أقل، تربحي من المهارة نتاعك بجهد أقل فقط إذا إذا مشيتِ بخطوات تكون صحيحة، إذا مشيتِ في الطريق بخطوات تكون باينة واضحة. وخاصةً إذا مشيتِ مع كخبير يفهمِك ولا خبيرة تكون فاهمة في هاد المجال، أكيد رايحة توصلي أسرع، رايحة تفهمي الطريقة وتمشي معاها بتوصلي أسرع، بدل ما تقعدي تتشتي من ومن، تكوني مع خبير أو خبيرة في هاد المجال رايحة توصلي أسرع. حبيتِك اليوم تقولي لي في التعليقات هل أنتِ كطباخة اللي راكِ تسمعيني اليوم، فكرتِ أنِّك تعلمي المهارة نتاعك لناس أخرين، والّا أول مرة راكِ تسمعي بالفكرة؟ واش رايك بالفكرة أنتِ كوضعك الحالي؟ هل عندِك مشاكل أنِّك تبداي في هاد الفكرة، والّا عندِك حاجة تمنعِك؟ ماذا بيك كتبي لي في التعليقات، إن شاء الله رايحة نقرا تعليقاتكم كامل ونجاوبكم، حتى إذا ما قدرتش أني نجاوبكم، شوفي كاينة رايحة نحط لِك واحد الصفحة تقدري تتواصلي معايا فيها، راح هذاك الزر يوصلك للواتساب مباشرةً، ولا دخلي لي للخاص، دخلي لي للخاص وكتبي لي، فهمتِ؟ كتبي لي وراح نجاوبك بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.